مؤتمر ستار في ناحية تربسبية. الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا كانت في 9 من هذا الشهر، وهو نفس اليوم الذي تمت المؤامرة الدولية على القائد آبو. وبهذا الشكل تريد الدولة التركية أن تظهر وحشيتها في هذا اليوم، حيث هجمت على سريكاني وجريسبي وكوباني، ورغم استخدامها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والطائرات والمواد المحرمة دوليا مثل الفوسفور الأبيض. ولكن المقاومة التي أبداها المقاتلون في جميع جبهات خلال 10 أيام هزت العالم كله وغيرت السياسة الدولية والإقليمية، حتى باتت واضحا للجميع الجرائم الدولية التركية ضد المدنيين، وأيضا سببت في تهجير المدنيين من منازلهم بسبب قصف طائرات الاحتلال التركي عليهم. كان هجومه باسم نبع السلام على شمال وشرق سوريا، وفي عفرين كان هجومه باسم غصن السيف. لكن أين السلام في سفك دماء المدنيين وخاصة أسيرات الحرب في عفرين عندما تم التمثيل بجثة هبال بارين؟ وفي هذا الهجوم التاريخ أعاد نفسه مرة أخرى، حيث تم استهداف هبال هبرين وقتلت بشكل وحشي من قبل المرتزقة، وأيضا قاموا بالتمثيل بجثة الرفيقة أمارة، وتم أسر الرفيقة تشيتشك كوباني، ولا يوجد لديهم حقوق أسر الحرب، وهذا يدل على ضعفهم وليست قوتهم. وقد تبين للعالم أن كل ما تفعله تركيا هي جرائم الحرب، ويجب محاسبتها على ذلك من قبل المنظمات حقوق الإنسان الدولية والعالمية. ومقاومة الكرامة في سريكانية كانت أقوى من كل مخططاتهم الإرهابية. وقد تبين مقاومة قواتنا العسكرية وخاصة حماية وحدات المرأة يفهجم لعبت دورا أساسي في مقاومة الكرامة ضد الفاشية الأردوغانية. وإننا في مؤتمر ستار نجدد عهدنا بدماء شهدائنا والسير على خطى شهدائنا مثل أبستا وبارين وأمارة. عاشت مقاومة الحرية، عاش القائد آبو شهيد نامر بجبل خدانا